الدرجة الأولى، بعيد تماما عن الشيوخ وعن اللي بيعملوه الشيوخ من الحجامة، إن هم مش دارسين ولا فاهمين. فرقت معاك اما عملتها معانا يا باشا؟ لا لا، فرق كتير، ودي تاني مرة أعملها، مش قبل كده يعني. تاني مرة تتعمل ومعمولة بإتقان ومعمولة بشغل ممتاز جدا جدا جدا. الناس هنا فاهمين ودارسين، وبتتعمل الجرح كمان بيقفل سريعا بعد ما بتتعمل، ما بتاخدش فترات طويلة عمال ما الجرح بيتقفل. جربت انت قبل كده مع الشيوخ وجربت جربت مع الشيوخ وكانوا للأسف ما بنقفل الجرح على مدى بعيد جدا من الموضوع، من الحجامة نفسها. ايوه. فالحمد لله ده من فضل ربنا علينا، ان احنا ربنا كرمنا بدكتورة متخصصة وبتعمل شغل عالي فوق المستوى نفسه. يا رب يكرمك يا باشا. الحمد لله. ربنا يديم شفاك على خير ان شاء الله. الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك اللي هو بيخش فيه. يعني فعلا الناس محتاجة الوعي والثقافة. والثقافة دي مهمة جدا في الحجامة، في ان الحجامة الحجامة فعلا بالذات، في الحجامة، ودي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه مشكلة الناس ان مش كل الناس تعرف عن الحجامة، وفي ناس تقول لك احنا بنخاف من الحجامة، بس هي لا لا، بسيطة زي ما هي انت. ما فيهاش خوف، هي بتظبط الجسم وبتشغل الأوعية الدموية على أعلى كفاءة من الجسم، وخدوش بسيطة على سطح الجلد، مش كأن جروح الواحد بيعمل صيانة للجسم كله من خلال الحجامة. فعلا والله، جزاك الله خير. فده من فضل ربنا علينا يعني. يا رب يتم شفاك على خير الله ويجعلنا يبارك سبب فيك. شفاء للدنيا كلها الله يا رب. يبارك لك يا دكتور، دي ألف الصحة سلامة عليك. والعافية. شاكرين للحضور كتير 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 يعني. تحت. اتفضل.